السلام عليكم. بغيت حياتك هو عمل جديد، مسلسل 30 حلقة اللي كنسميو الفورما 30 يعني 30 دقيقة في 30 حلقة. ولا الدور ولا الادوار ديالي في هذا العمل كثيرة، غنهضر غير على الدور ديالي كممثلة فيه. كنأدي الدور ديال سهام، شخصية مركبة إلى حد ما، يعني فيها شويه كثر الخدمه بالنسبه لي كممثله مقارنه مع الشخصيات اللي اديت قبل. شخصيه مركبه بزاف وصعيبه، كانت فيها بزاف واحد المجهود اللي شكل لي ارهاق نفسي. ما عيت هاد التصوير خصني نمشي نرتاح ولا نمشي لشي كلينيك نشكى على شي طبيب. فوالا، ما نزيدش نكثر عليكم بالنسبه لهاد الدور سهام حتى تكتشفوا الدور. عندها واحد المعاناه اللي كتأدي لواحد مجموعة المشاكل، وغنحبس باش ما نحرقش الماتش. انا دائما كنقول بلي ان ليكيب اللي دايره بينا من تقنيين، كل واحد عنده اون ماشين، كل واحد خدام كاميرا لا كابل، واحد بالبروجيكتور، مول الصوت عنده دي ميكرو. مي الممثل كيخدم بقلبه، كيخدم بالجسد ديالو، كيخدم بالمشاعر ديالو. هادشي اللي كيرهقنا بزاف. يعني كنبقاو واحد الفتره ديال التصوير ولا الاداء ديال هاد الشخصيه كلها حنا حابسين هاد المشاعر ديال الشخصيه ولا حابسين هاد المعاناه ديال الشخصيه، بحيث ملي كيسالي بعدا غنهضر على التجربه الشخصيه ديالي. ملي كيسالي التصوير كندوز بواحد المرحله صعيبه شويه، كتكون شويه شبه ديبرسيون ولا يعني اكتئاب، شويه د الاكتئاب كيجيني. يعني كنحاول انني نتجاوز هذيك المرحله، كندوز شويه كنسد شويه على راسي، كنظلم البيت، نعس بزاف، ولكن كنتوقد معاه، كنقول لا خصني نخرج منها. كنرجع للرياضه ديالي، النشاط ديالي، لي زاكتيفيتي ديالي كأم كزوجه، نتهلا في راسي، نتهلا في داري، باش نحاول نتجاوز هذا الشيء. هذا هو المهم. الممثل كيحرق ذاته وعروقه وقلبه باش يعطي روح لواحد الشخصيه مكتوبه على الورق، وهذا الشيء ما كيخرجش شي طريف. دائما كناخذ شويه ديال العصا. كادو بالعكس. يعني ككاتبه، لا بالنسبه للشخصيه اللي غنأدي انا ولا الشخصيات اللي غيأديو الاخرين، لا انا ولا الصديقه ديالي ساميه اقاري ومعنا جواد الحلو السيناريست، كنكونوا كنكتبوا للممثل او للممثله. يعني كنحاولوا اننا نكتبوا مواقف وشخصيات باش يجي الممثل ويقرا الدور ديالو يلقى المساحه ديال فين غادي يبين القدرات ديالو وعلو الكعب ديالو في التمثيل كاينه. ماشي ما كنعيطوش الممثل باش يقول حوار ولا باش يدير لنا وقفه ولا نظره، ولا كنعيطوا الممثلين اللي خصهم يجبدوا من عندهم باش يغذيو هذه الشخصيه ويعطيوها حياه، يعطيوها نبض ويعطيوها ان ريتم. وكنظن ان كاع الممثلين اللي خدموا معنا لحد الان من البدايه ديال كتابه السيناريو في التجربه ديالي، لا انا ولا ساميه، من البنات لا من انا، ملي كيتعطى شي دور لشي ممثل شارك معنا في هذه الاعمال كيقول الناس هذه هديه، يعني سي ان كادو كتعطيه شخصيه فيها ما يتلعب، غنيه، ماشي مونوتول، ما كاينش الرتابه. يعني كل موقف، كل حوار فيه اون ريشيرش، كل موقف فيه اون ريشيرش. اي فوالا، يعني وهذا الشيء كينطبق حتى عليا. يعني كنعطي راسي الخدمه بزاف، وهذا الشيء كنظن كيتعكس على الشاشه والناس كيوصل عندهم. المواقف اللي كاتبين كلهم مواقف كيغذيو اما الصيروره ولا القصه ديال الشخصيه اللي كيدور عليها واحد الحدث. وهذا الشخصيه هذه كتلاقى مع واحد المجموعه د الشخصيات اللي خصهم نستدعي لهم. في الاغلبيه كيتعطاو سكون ابل حنا الكومبارس ولكن حاولنا مع شركه الانتاج وبلوشوا ديالنا ولا ديال السيد المخرج شوقي العوفير، اننا لا حبذا ان حتى الادوار الصغيره جدا يكونوا فيها ممثلين
محترفين باش النيفو ما ينزلش كاع، يكون اللعب مهزوز دائما، يكون اسيغي، يكون الحوار منطوق، يكون الموقف ملعوب، ماشي شي واحد كيجي. حيت مرينا بزاف من هذه المواقف اننا كنعيطوا لشي حد هاوي عنده هواية أنه يمثل، باغي يبان، باغي فرصة، ولكن بحكم أن التجربة ما كاينش ولا التكوين ما كاينش كيطيح لك الإيقاع كيف ما كنقولوا، والعمل كيتصدر. يعني حنا كنقولوا من الأحسن ندوروا بين المحترفين باش النيفو دايما يبقى مهزوز. في الكتابة واش نقول لك، يعني لا سورس دانسبيراسيون ولا الالهام ديالنا كنجيبوه من بحكم حنا كنعيشوا في نفس البيئه. حنا الا بغيتي بحال اون ايبونج كنسفوا المعاناه ديال الشارع، ديال الوسط فين كنعيشوا، الناس مع من عايشين، صحابنا، عائلاتنا. انا ملي كنكون في الزنقه ولا غادا في طوموبيل ولا دائما عيني على الناس، شنو كيتكتب في الجرائد، شنو واقع في المواقع التواصل، هادو كلهم سي دي زيكو ولا بغينا نقول، ولا الصدى ديال شنو عايش الانسان المغربي، ومنه كتبالور فكره بلا ما تشعر. كتلقى راسك كتقول انا بغيت نطرح هذا الموضوع، ما كرهتش نصيغ واحد العالم فني ولا واحد العالم ديال الحبكه ديال شي قصه اوتور دان تيم، ومن ثم كتبدا تبلور الفكره، كتطور الى شخصيات، كيبداو يخرجوا شخصيات، كيبداو ياخذوا ملامح، كيبداو يخرجوا المواقف اي سي دي سيت. المهم لو بروسيسوس ديكريتور هو واحد الشونتي طويل بزاف. ما عرفتش واش خصني نشوف فيك ولا في كاميرا؟ اللي بغيت نشوف فيك دابا سا سغي بيان، ما نشوفوش في الماكينه، نشوفو في الانسان. وتبارك الله عليك، انا سعيده اللي كنتحاور معك اليوم. الوغ فين كنت واقفه؟ قلت ان لو بروسيسوس دو ليكريتور هو طويل وخصو طويل الامد، خصو الصبر، خصو شنو كنسميوها طول النفس. يعني ماشي اي واحد يقدر يكتب. من الانسان اللي سيناريست كلهم راه كيعرفوا بان الكتابه خصها بزاف ديال الصبر. اي فوالا، يعني خص الوقت. علاش كنقول الوقت؟ لان كتكون عندك فكره دابا، لا غدا كتنعس. انا الافكار كيفاش كيوقع لي ما عمري كنعس بهم ونفيق بهم، ناكل بهم، عايشه بهم لو كوتيديان ديالي. يعني القصه غدا وكتبلور، غدا وكتخمر، وغدا وكتبدل. اليوم كنا في حاجه، غدا صدقنا في حاجه، اي انسي دو سويت. ومازال لحد الان وحنا كنصوروا ومازال الافكار كيتبلوروا. باش نعطيكم فكره مثلا هذا جوغ اليوم اللي غيتصور اليوم، وانا مازال ليكريتور خدامه. يعني شي حوار انا كتبته ومن بعد كنعيد فيه النظر، كنقول لا هذا غيطيح لي الريتم، هذا ما زوينش، ماشي دابا، يمكن في موقف اللي جاي، اي انسي دو سويت. يعني لو بروسيسوس ديكريتور ما كيتسالى حتى كيتسالى التصوير. يمكن لي ريزو سوسيو كيصنعوا نجوم ولكن ما كيصنعوش فنانين. يعني ماشي عندك ما عرفش شحال من مليون ديال الناس تابعينك يعني بانك موهوب في شي مجال. يعني يمكن لي ريزو سوسيو تا هو سي ان طالون ابار. لي جون كي سون ديفلوبي هاد الكومونيكاسيون يتبعوهم الناس، ومن بعد كيولي هذاك لو كونت ديالو ان سيبور باش يعمل اعلانات، اشهارات. هذاك سي ان طالون ابار. ولكن ما خصناش نميلونجيو اونتر لارتستيك ولا الفن بهذا الشيء. ما الفنان يقدر يكون فنان وما كاينش في لي ريزو سوسيو، ولكن الناس اللي في لي ريزو سوسيو ما يعنيوش انهم فنانين. كاينين منهم فنانين، كاينين اللي كيحاولوا يطوروا نفسهم ومن هذاك الشيء كيدوزوا لحاجه اخرى، يعني على حسب الموهبه الانسان، الرغبه ديالو، الذكاء ديالو، انسي دو سويت. الاشخاص كيختلفوا.
داكوغ اللي نبغي نقول للمغاربة كاملين سواء داخل أو خارج الوطن، رمضان مبارك ومبروك عليكم التراويح، مبروك علينا نقدروا نخرجوا من بعد الفطور نصليو في الجوامع، نشوفوا حبابنا. يعني هاد الحياة الجميلة اللي كتكون ليلية في رمضان غادي نعيشوها من بعد شحال دابا، عامين 3 سنين عامين وزيادة. يعني الحمد لله اونفا واحد رمضان بالصفه، هذا رمضان اللي كنعرفوه. رمضان مبارك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، لا نتوما لا العائلات ديالكم، احبكم ويا ربي كل اطلاله في شي عمل جديد تكون في المستوى التطلعات ديالكم. كما اقول دائما احبكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.